اهلا بكم من مطبخي مطبخ الواحد ام احمد. ازيكم حبايب قلبي كلهم متابعيني؟ عامل ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واهلا بكم في فيديو جديد. صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين وصباح الطاقه الايجابيه وصباح كل حاجه حلوه على عيونكم. عايزه اقول لكم الشجره بتاعتي قربت تطلع فوق عند سلفتي، وربنا يستر وما تطلعش فوق، لان اكيد هيقطعوها دول، ما اقولكوش. يعني خراب. عايزه اقول لكم برضو الجارونيا اللي انا زرعتها لحد دلوقتي ورقها اخضر وما اصفرتش، معناها ان هي بتربي جذور، فربنا يبارك فيها يا رب. روقت طبعا البيت بتاعي وكنت بطمن على الزرع. انا لازم كل يوم الصبح كده، مش بسقيه كل يوم، انا بسقيه كل 3 ايام، بس لازم اقف جنبه كده شويه. واول ما ببتدي اسقيه ميه يطلع لي ريحه حلوه، عارفين ريحه الخضره وريحه الزرع دي؟ بشم على طول ريحه حلوه كده. اكن يعني بحس ان الزرع بيكافئني، الريحه دي مش بشمها لو انا بسقيه، يعني اكنه بيكافئني كده بريحه حلوه. طبعا احنا مطلعين من راس السنة، المطبخ بتاعي حرفيا متبهدل، السجادة بتاعته كل حاجة فيه متبهدلة. فحطيت السجادة كده ونقعتها عشان خاطر اغسلها، وفرشت طبعا واحدة تانية نظيفة. شغلت الغسالة دورين والتالت كان في الغسالة، ولميت اللي على الحبل، وطبعا كنست الشقة كلها بالمكنسة. وهستنى بقى الدور اللي يطلع من الغسالة وبعد كده انشرهم مرة واحدة. نخش بقى على المطبخ بتاعنا، وكان عندي شوية مواعين من الكيك اللي عملته للولاد امبارح، والكوبايات بقى بتاعة الفطار، والكوبايات اللي عملوا بقى كاكاو امبارح، والخلاط، يعني ده كل حاجات بس ايه الفطار. وحاجة الكيك انا كنت قبلها اصلا غسلة المواعين. الكوبايه دي هبعتها لامي. وكنت جايبه بقى جبنه قشطه او جبنه اسطنبولي للولاد، ودي جبنه قريش ليا. انا ما بقيتش اكل جبن علب خالص، اللي هي اي جبن علب ما بقيتش اكلها، ولا حتى بتتشرب الكيلو كده، انا ما باكلش الا جبنه قريش. واللانشون ده كان في التلاجة، طلعته برضو عشان خاطر احطه في علبه بتاعته. والبرتقال ده واحده حبيبتي كده بعتها، عايزه اقعد اقشره كده واحطه في الفريزر، ابقى اعمله عصير. نفسي قوي اقعد اعصره، يعني عشان انا بشرب عصير مع برتقال معصور. نفسي اقعد اعصره كله واعبيه في اكياس كده شويات، بس بصراحه مش عارفه هيجيلي وقت ان انا اعمل حاجه زي كده ولا لا. وده الباقي بقى من الكيك بعد ما الولاد فطرت. دلوقتي بقى ايه، صاحب نصيبهم يجي لهم، واي حد يجي ايه نعطيه لهم. طبعا انا هعمل عشان خاطر افطر. عايزه اقول لكم ان احنا دلوقتي كنا متاخر مش بدري، بس انا ما كانش ليا نفسي افطر. يعني انا صحيت نظفت البيت وعملت بالمكنسه، وعملت شويه حاجات كتير كده في البيت، بس ما كنتش غسلت المواعين. كانت الساعه دلوقتي 12، ولسه ما كانش جاي لي نفسي افطر. فقلت انشر الاول برضو عشان ما كسلش، الغساله كانت بطلت. وبعد كده وعايزه اطمنكم على محصول البصل بتاعي، بسم الله ما شاء الله عمال يطول ويترعرع، بس مش عارفه نام على جنبه ليه، ما عادش واقف كده زي الاول. البصل كله نام على جنبه وبدا ينزل للزرع. فانا هسيبه كده لحد ما ينزل للشارع، واللي رايح واللي جاي يقطف منه بقى. ولادي كل يوم ماما احنا هناكل البصل ده امتى؟ ماما احنا هناكل البصل ده امتى؟ اقول لهم انا مش شايلاه يا جماعه، انا تعبانه فيه، حرام عليكم. عايزه اقول لكم بقى بمناسبه بقى ايه، ان احنا نشرنا الهدوم كلها الحمد لله. ما عادش بس في السبت الا 3 دفايات بتوع السراير اللي كنت شايلاهم ما اتغسلوش. الهدوم متكومه عليا مش عارفه ليه وازاي، مع انه والله انا غبت عن الغسيل يومين 2، فالهدوم اتكومت عليا قوي. هطبق بقى الهدوم دي، وعايزه اقول لكم ان النهارده عيد ميلادي. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو مسعده. فالنهارده بقى ايه عيد ميلادي. قلاش حد افتكرني، مش النهارده بقى اللي انا بسجلكم فيه ده اللي الفيديو ينزل فيه، لا امبارح. عيد ميلادي كان يوم السبت، تمام 3/1. انا اصلا مولوده، بصوا، انا من بعد ما عرفت الحقيقه وانا نفسي اتصدق. هقول لكم الحقيقه، من بعد ما عرفت الحقيقه ونفسي اتصدق. انا متسجله 3/1، وطول عمري عيد ميلادي 3/1، يعني عملنا او ما عملناش 3/1، تمام. على الاقل بيقولوا لي كل سنه وانت طيبه، وبيفكروني ان انا كبرت سنه يعني. بس مؤخرا، وانا بتهيألي حكيت لكم الحدوته دي قبل كده، بس هحكي لكم تاني، اللي ما سمعهاش يسمع. امي كانت بتحكي حكايه ولادتها وبتولدني، وان اتولدت في 12. يعني قلت كانت اتولدت في 12، قلت لها في 12 ازاي يا بنتي، ده انا متسجله 3/1. قالت لك لا، انت مولوده في 12 مش في واحد. قلت لها ماشي خلاص، يعني كام 12 كده؟ قالت لي تقريبا اول 12. فخلاص الكلام ده يجي من سنتين كده، قلت خلاص انا مولوده في 12 واتسجلت في واحد، ومفيش مشكله يا جماعه، مش هيجرى حاجه يعني، بتحصل في احسن العائلات. فمن السنه اللي مش اللي فاتت دي اللي قبلها، كانت خالتي قاعده وجات السيره، قامت قايله لا، انت مش مولوده في 12 يا امك، ده عارفه حاجه، انت مولوده في 11. فبجد انا مولوده في 11. تقول له طب حق يا اما، تقول له وانا يعني كنت فاكره، انا كنت تعبانه مش فاكره. طب ماشي، اما نبقى نسال ابويا.
المهم جه في بالي يوم فسألت ابويا، قال لي انا مش فاكر تقريبا، بس المهم بقول لك ايه، انت مسجله في شهر واحد وخلاص. فانا مولوده بقى في شهر كام احنا ما نعرفش بصراحه، يعني المعلومه الاكيده دي احنا ما نعرفهاش، فانا محتاجه اروح لدكتوره تسنن عشان اعرف انا مولوده في شهر كام. فما علينا من كل الكلام ده كله. انا مولوده 3/1 ومتسجله 3/1. عايزه اقول لكم ان انا غسلت السجاده وحطيتها كده وسيقت الحمام بعد ما فطرت، وقمت بقى ايه عشان خاطر اضرب الاسبونشات بتاعتي واشوف الشغل بتاعي. بس والله انا بادئه متاخر، سلفتي نزلت قعدت معايا شويه كتير. بقول لها مش انا عيد ميلادي النهارده، قال لما انا عليكي تعملي لي تورتايه ولا تفاجئيني ولا تعملي، قالت لي بجد والله؟ قلت لها والله عيد ميلادي النهارده. قالت لي طيب. وقامت واخده بعضها قعدت معايا شويه، وقامت واخده بعضها وقامت طالعه. عملت بقى النهارده كده شويه شوربه عدس كده في السريع، وبدات ان انا اضرب في الاسبونشات بتاعتي، لان زي ما قلت لكم الدنيا كانت مسحومه، يعني كان عندي اوردرات. بس والله كنت حاسه ان انا محتاجه ارتاح، يعني كنت حاسه ان انا تعبانه الكام يوم اللي فاتوا، محتاجه اخد وقتي كده وارتب شويه حاجات. ضرفه الشغل عندي كانت متبهدله متبهدله حرفيا، انا فضيتها كلها ومسحتها، وفضيت العلب، وفضيت علب الكريسبيات والجيلوهات والبرطمانات، وكل ده رميته في الحوض وفتحت عليه الميه السخنه. انا دلوقتي كنت فاتحه الميه سخنه عشان خاطر كل ده يبوش، يعني قلت وانا بغسل كده الحاجه تبوش. علب النوتيلا، بص كل الحاجات دي فضيتها عشان تتغسل، لان كانت متبهدله. يعني اليومين اللي فاتوا لما تكوني انت بتشتغلي ما انتش مركزه، فبصي بتلطشي بقى، حاجات بتقع كده وحاجات بتعمل كده وكريمه بتيجي كده والكريمه بتلطش في كل حته. فالعلب كلها دي، يعني دي مثلا كنت حاطه فيها اكياس بتاعت جلوهات، كل الحاجات دي كانت متبهدله. فقلت انا هغسلها كويس بقى واسيبها تصفي، وبكره بقى ان شاء الله ابقى ايه اقعد بقى اعبيهم تاني، لان انا ما عادش عندي خامات اصلا. فانا بكره هبعت اجيب خامات وابقى اقعد اعبي الحاجه على نظافه بقى، واعبي العلب واعبي الكريسبيات بتاعتي والحاجه كلها على نظافه كده، تبقى الدنيا معايا ايه رايقه. وكمان الضرفه اللي فيها الشوكولاته والسبونش والكريمه مسكتها برضو ايه، مسحتها وظبطتها. يعني كل الحاجات دي انا عملتها الصبح قبل ما اطبخ وقبل ما افطر وقبل ما اعمل اي حاجه. يعني انا كنت حاسه ان نفسيتي تعبانه مش متحمله المنظر، يعني كل حاجه كانت ملزقه، وكل العلب وكل علب الصوصات كانت ملزقه قوي. فانا مش متحمله بصراحه منظرها، ومش متحمله اشتغل بقى وهي بالشكل ده. فقلت لا انا هعملهم الاول حتى لو اتاخرت في التسليمات شويه مفيش مشكله. يعني انا كان عندي جاتو هيتسلم المغرب، وكان عندي كمان تورتايه هتتسلم بعد المغرب. يعني قلت مش مشكله لو اتاخرت شويه، مش هيجرى حاجه، يعني ناخر نفسنا شويه. فحتى اللي كانت طالبه التورتايه دي كانت طالبه تورتايه مني قبلها بيوم، وقالت لي انا عايزاها العصر واخدتها العشاء. فانا قلت هي جت اتاخرت عليا اهي، وايه يعني اكيد النهارده هتتاخر، يعني قالت لي المغرب ممكن تيجي الفجر، يعني ايه اللي هيحصل؟ اما اتاخر عليها شويه مش هيحصل حاجه يعني. قال لا يا ولاد حدش افتكر وقال لي يا بنتي يا ام احمد كل سنه وانت طيبه. اختي مثلا مفيش، امي مفيش، ابويا ما افتكرني، حتى ابو العيال، حتى ابو العيال ما قاليش كل سنه وانت خابطه باباك في الحيطه حتى يا بنتي يا ام احمد. انتوا لاقيني في كيس شيبسي يا ولاد؟ انتوا لاقيني في كيس كلبز؟ أه؟ قال لما حد فاجئني كده ببوكيه ورد، ولا انا بشوف بوكيات ورد وبيطلع منها حاجات كده خضرة وزرقاء وبرتقاني كان هروح فين يا ولاد من بختي؟ اروح فين من حظي؟ اروح فين بس واجي منين؟ يلا الحمد لله على كل حاجه، عيد الميلاد حرام احنا هنصبر نفسنا. ان السنه دي بقى انا كل سنه عامه ما حدش بيعبرني يعني، بس اقعد اقول ايه يا بنتي دلعي نفسك، يا بنت ما حدش بيدلعك دلعي انت نفسك، اعملي لنفسك تورتايه وكده واقعدي وكوبايه كابتشينو وكل التورتايه ودلعي نفسك كده يا بنت، ما حدش واخد منها حاجه. ما حدش بيقول لك انت بنت مين، انت قولي بقى انت لنفسك كده ودلعي نفسك. السنه بصراحه ماليش نفس، لا ليا نفس حد يدلعني، ولا ليا نفس ادلع نفسي، ولا ليا نفس لاي حاجه. انا بفكر في هدوم العيد. بفكر في هدوم العيد، وبفكر في الامتحانات، وبفكر في الكتب، وبفكر في كل حاجه. فبجد يعني ماليش نفس لاي حاجه، في اي حاجه تحس دماغي مشغوله بحاجات كتير كده، وبفكر في عمليه ابويا دماغي مشغوله في حاجات كتير قوي قوي. فانا بصراحه ماليش نفس لا ادلع نفسي ولا ليا نفس حد يدلعني، وكله عند ربنا، واللي عند ربنا ما بيروحش. قلت بقى اما اغسل شويه المواعين دول. عايزه اقول لكم ان انا والله خلصت شغل الساعه 10، سلمت التورتتين والجاتو. والتورتتين عملتهم يعني جلستهم كده وعملت لهم ايه تجلسه كده اوليه، وبكره بقى الصبح ان شاء الله انهم هيتسلموا الساعه 10 زي ما قلت لكم. انا ظابطه هظبط التليفون على الساعه 7، وهقوم بقى ايه على ان هم مسافرين بيهم فمحتاجين يتحطوا في الفريزر. هقوم بقى ايه احط لهم الكريمه
الاخيره، وهم كلهم ايه شويه قلوب عليهم حمرا كده وحاجات بسيطه يعني اعملها مش هتاخد مني حاجه. وخلاص يبقى ايه اليوم بتاعنا بكره، يبقى يعتبر انا عملت شغل بكره يعني، بدل ما اقوم اعمل التورتتين لا انا عملتهم اي نعم انا غبت النهارده، بس هو يبقى ايه اليوم عدى معايا يعني ان شاء الله. لان زي ما قلت لكم ناقص مني خامات، ودي فلوسي وشحني وقلمي وحالي، والله ما لقيت حاجه عبهم فيهم ولا البتاع ده عشان اشتغلهم مره واحده. وطبعا كنت مت من الجوع لان ما اتغديتش يعني، ولادي كانوا اتغدوا من بدري، بس انا عشان فتره متاخر ما كانش ليا نفسي اكل، فهعمل لي طاجن كده ايه شوربه عدس. انا طبعا بعبي في الطاجن ليه؟ علشان خاطر يفضل سخن، لاني ورايا حجوزات كتير على التليفون، ورايا حاجات كتير عايزه اقعد اصفيها. بقالي كام يوم يعني ما شفتش شغلي وما شفتش حالي، فهقعد بقى اظبط الحاجه دي، فاقعد ادندن ايه في طبق شوربه العدس ده بقى. وحطيت كمان ايه نص ليمونه بقى نعصرها على العدس، وزبدايه وتفاح. انا كنت بدور على اي حاجه ينفع اكلها في البيت يعني بصراحه يعني، فاللي طلع ينفع اكلهم الزبادي والتفاح والعدس. فانا بقى ايه أنا طبعا الساعه لسه 10 فانا اقعد ايه كل شويه كل حاجه كده لحد ما اجي انام باذن الله. وده كان احتفالي النهارده بالبيرث داي بتاعي، واشوفكم في فيديو جديد.